سيدات سادتي، كانت حرب أكتوبر أول حرب حديثة في التاريخ، وخلال فترة 18 عاما تدرج خلالها أبطال حرب أكتوبر في سلم الترقي، وأصبحوا الآن يتولوا المناصب القيادية في القوات المسلحة. لقد كانوا يمثلون اليد المنفذة في حرب أكتوبر، وأصبحوا الآن يمثلون العقل المخطط لتطوير القوات المسلحة وتزويده بكل جديد في مجال العلم العسكري. اليوم بنلتقي مع هذه القيادات التي تمثل جيل أكتوبر مع السيد اللواء أركان حرب فتحي شلبي، سلاح المدفعية. عفوا هنقطع عليك حديث ذكريات عمره 18 عام. احنا عايزين حضرتك زي ما كنت كده بتتأمل وسارح تكلمنا عن ذكرياتك في المنطقة اللي احنا واقفين فيها هنا. أنا بتذكر منطقة كنت موجود فيها من 18 سنة، كانت مركز ملاحظتي خلال حرب أكتوبر 73. قضيت فيها أحلى أيام حياتي. هي دي المنطقة اللي أنا حررت فيها جزء من أغلى منطقة في أرض مصر كلها. المنطقة دي حضرتك قعدت فيها فترة قد إيه علشان تحررها؟ أنا وصلت هذه المنطقة يوم 8 أكتوبر واستمريت فيها حتى تم فصل القوات بعد 125 يوم. حضرتك وصلت هنا 8 أكتوبر سنة كام؟ 8 أكتوبر 73. ودي كانت مع حرب التحرير، لكن هذه اللحظة ما اتولدتش ولكنها اتصنعت من يونيو 67 خلال 6 سنوات من العرق والتدريب القاسي ليا ولجنودي وللكتيبة اللي أنا كنت قائدها، علشان خاطر أسترجع تاني هذه المنطقة. 6 سنوات كلها عرق وكلها قوة وكلها نشاط وحيوية أدت بينا إن احنا نقدر نرجع هذه المنطقة مرة أخرى في 6 أكتوبر 73. حضرتك خلال ال6 سنوات دي فترة تحضير بتسبق المعركة. يا ريت حضرتك توضح لنا أهمية هذه الفترة بالنسبة للمقاتل وبالنسبة لانتصارنا في معركة أكتوبر. بعد حرب 73 بعد حرب 67 بدأت مراحل إعادة تنظيم القوات المسلحة، وإحنا كمدفعية كنا من ضمن هذه القوات. وبدأنا بمرحلة الصمود، وهي كانت مرحلة عصيبة تم خلالها إعادة تنظيم السلاح والفرد، وتم التدريب القاسي. وبدأت بعدها مرحلة الاستنزاف واستمرت فترة طويلة، وكانت هذه المرحلة هي المدرسة وهي المعلم وهي الأساس اللي بنيت عليه حرب 73. وأنا أتذكر خلال هذه الفترة، فترة حرب الاستنزاف، نحن كنا متعايشين ضباط وصف وجنود وسلاح ومعدات في تدريب قاسي مستمر في نفس الوقت اللي بنجابه فيه العدو، وما كناش بنترك فرصة للعدو إلا وندمر له ما يقيم من تحصينات. وكان العدو دائم المحاولات. ويحضرني هنا في معركة الجزيرة الخضراء، وكان العدو يحاول الاستيلاء على هذه المنطقة الحساسة الحيوية، وبدأنا نتعامل مع القوة التي تقوم بالهجوم على منطقة الجزيرة الخضراء. كان متواجد لي، كنت رئيس عمليات كتيبة في هذا التوقيت، وكان لي مركز ملاحظة موجود فيه قائد سرية اسمه النقيب محمد عبد العزيز، وكان بيدير النيران على هذه القوة. واستطاعت بضعة أفراد من هذه القوة أن تقترب من مكانه لمسافة بعد حوالي 50 متر. فطلب مني قائد السرية أني أضرب مركز الملاحظة نفسه. ولك أن تتخيلي
شعور الإنسان في هذه اللحظة. البلد أمانة في عنقي، وصديقي يطلب مني الضرب عليه، وهو ضابط من خيرة ضباط الكتيبة، ولكن كان لازم أفضل مصلحة الوطن، وضربت عليه بالفعل، وكان الضرب مؤثر، ولكن الله سلم. الضرب كان مؤثر على العدو، والعدو انسحب وانسحب بسرعة، والنقيب محمد عبد العزيز استمر يؤدي واجبه تماما، وهو النهاردة من أبرز قادة القوات المسلحة. حضرتك لما وجهت له الضرب، هل كنت بتحرص على ان هو يعني ما يدمرش، او يعني كون الضرب بس بهدف ابعاد العدو؟ إطلاقا. هو لما بيطلب إني أضرب عليه، هو بيطلب هذا الطلب بنية تدمير العدو، حتى لو هو اتدمر معاه. أنا أعرف شعوره، وهي أنا كنت عارف إن أنا بضرب على صديق وزميل، ولكن الواجب يحتم علي أن أنفذ هذه المهمة، حتى لو كان هو الزميل وحتى لو كان هو الصديق، وإلا البلد لن تقوم لها قائمة. بعد ما ضربت عليه وانتهت المعركة دي بانسحاب العدو، أو